تعالى اقولك ازاي تعملي مشروع فسيخ وطلعيه بالمصدر ده، واول ما يوصل للعميل قبل ما يفتحه ويدوق طعمه شكله بس يفتح نفسه ويتاكد ان الفسيخ من جوه تحفه، ويشكرك بس على شكله قبل ما يشكرك على طعمه، لان طعمه وشكله تحفه. اول حاجه نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. نجيب السمكيه الفسيخ ما تقلش اقل حاجه كده عن 450 جرام، تمام، او بقى كده من نص كيلو واحنا طالعين كده. ليه بقى؟ عشان السمكيه بس يبقى فيها لحم، ولو قلتي عن كده ممكن تبقى بس ايه يعني هيبقى فيها لحم بس معدومه شويه. وعلى فكره بيبقى فيه كل شخص حسب رغبته. اول حاجه بس نتكلم في الحته ديت، احنا بنغسل ازاي؟ بنغسل الديل فوق والراس تحت، وده مهم جدا. شايفين الحاجات السوداء اللي في الحوض ديت؟ الحاجات اللي بتنزل من الخياشيم والبق، وكمان من على الجلد من بره. احنا ما بنشيلش القشره اللي بتبقى من بره، لا احنا لازم نحافظ عليها علشان الجلده ما تتهريش والفسيخ يتهري معانا بسرعه وما يبقاش مستوي، يبقى عباره عن مهري وحاجه ما تتاكلش. بعد كده نصفيه في المصفى. دي كميه بسيطه جدا عاملاها معاكم، دولت حوالي كده 10 كيلو. الواحده كده حوالي نص ساعه، نص كيلو زي ما انتم شايفين. جبنا بقى الخلطه بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه؟ ملح وكركم، وعايزين نحط شطه نحط شطه. بنحط في الخياشيم وفي البق، بنحط في الخياشيم نكبس الخياشيم والبق كده بس كويس، ونمسح كده على السمكيه من بره زي ما شايفين عشان يبقى شكلها حلو ولونها حلو لما يطلع زي ما انتم شفتوا في الاخر. الشطه بقى حاجه مهمه جدا في موضوع الشطه. لو هنحط شطه عن تجربتي انا الشخصيه ما نكترش شطه، عشان انا طبعا بقى كنت بحط شطه بقى وايه وارمي فيها. حصلت لي مشكله ما كنتش عارفه ايه سببها. السمك او الفسيخ مرن معايا وكان مهري كده، مش مهري اللي هو زبده كده وسايح، لا مهري اللي هو ما يتاكلش خالص وكان يترمي ورميناه. كان بسبب ايه؟ عرفت انه سبب زياده الشطه. عشان كده انا جربت ان انا اعمله من غير شطه خالص. وعايزه اقول لكم انه في ناس ومحلات كبيره بيعملوه بالملح بس، وعلى فكره ينفع وبيبقى طعمه جميل. بس انا بحب احط الكركم علشان الشكل يعني، لكن هو ما بيأثرش على طعمه. هو لو الملح او الشطه، حتى الشطه ما بتخليهوش حراق. نجيب الجردل بتاعنا كده النضيف اللي احنا معقمينه كويس. انا ممكن تلاقي في القعر كده لو مصفر شويه، ده علشان مكانه برضو الكركم طبعا بيسيب علامه. لكن زي ما شايفين الجردل بيبقى قشطه فله غسلاه ومعقماه ميه دافيه ومنشفاه كويس. زي ما شايفين الجردل بيبقى نضيف. الفسيخ على فكره محتاج نظافه كبيره جدا. محدش يفتكر انه عشان فسيخ وما بنفتحش بطنه ومش عارفه ايه يبقى اي كلام وما ننضفوش حلو وما بنغسلوش حلو. بالعكس، ده لازم نبقى يعني دقيقين جدا في نظافته واحنا بنعمله، تمام، علشان لما نطلعه للعميل يبقى نضيف وطعمه حلو. وديت امانه، والحاجات ديت لازم تبقى طالعه بجوده كويسه، عشان لا قدر الله انتوا عارفين الناس اللي بيقول تسمم مش تسمم بطننا توجعنا، الحمد لله الحمد لله الحكايه دي بتبقى معروفه بالنظافه. انت لو نظيفه في شغلك وشغاله بما يرضي الله وغاسله فسيخك كويس معقمه كويس، الجردل او البرميل اللي بتحطي فيه نظيف وكل حاجه كويسه، ما تخافيش بقى من حركات لما بتسمعي لا تسمم مش تسمم. الحمد لله شغالين ومفيش اي شكوى ولا اي حاجه. بالعكس، اللي بيطلب مني مره بيطلب مني تاني وتالت ورابع، وزبايني يمكن كمان يعني في ناس اساسيه ما بتتغيرش خالص بعد ما جربوني الحمد لله ما فكروش حتى يجربوا من بره. ليه؟ النظافه في الفسيخ لازم تبقى موجوده وبجوده عاليه. يعني انت لو اصلا مطلعه وجبات اكل وتبقى حريصه على اكلك اللي هو يبقى نظيف، في الفسيخ بقى حاولي يبقى انت احرص 100 مره، تمام. لو وصلتوا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك. اللي اول مره يشوفني واللي مش اول مره يشوفني يعمل لايك ويكتب لي كومنت لو هو بيعمل فسيخ ايه الدنيا معاه، والاسئله اللي عايزيني ارد عليها في الكومنتات. من ضمن الاسئله الشائعه اللي بتجيلي المده لو الجو ساقع قوي والبرد القارس يبقى خليها 15 يوم. لو البرد قارس بس انتوا حاطينه في مكان دافي كويس قوي هيبقى مثلا 12 يوم، تمام، او كمان يمكن 10 ايام لو حاطينه في مكان دافي جدا، تمام. طيب في الجو اللي احنا فيه يعني ما فيش سقعه بس ما فيش حر يبقى 8 ايام. الجو الحر جدا 5 ايام. 5 ايام كمان من اليوم اللي عاملينه فيه بنحسبه، تمام. 5 ايام في الجو الحر قوي، وكمان ممكن 4 ايام لو الدنيا عندكم انتوا في اماكن الجو الحر الشديد. 4 ايام على فكره هيطلع وهيبقى فسيخ
تحفه. طيب حادق، الناس اللي بيقولوا لي نحط ملح قد ايه عشان ما يطلعش حادق، عاوزه اقول لكم كبسوه ملح وحطوا قعر ملح من كل طبقه وطبقه ملح، وحطوا على الوش ملح، وبرده دوت مش هيخليه حادق. اللي بيخليه حادق الايام. بصي انت بقى اللي بتحكمي. ان انا في مثلا العملاء بيقولوا انا عايزينه دالع دوت 5 ايام في الحر، تمام. الناس اللي بيقولوا لي عايزينه حادق 7 ايام في الحر، تمام. يبقى حسب المدة هي اللي بتحدد انه يبقى حادق او دالع، مش كمية الملح اللي بنحطها. عايزة اقول لكم ان الفسيخ بياخد من اول ما يستوي كمية الملح اللي هو عايزه وخلاص. احنا بقى اللي بنتحكم فيه في الملح حسب الايام اللي احنا بنسيبه فيه. عايزاه مالح طولي الايام، بس مش قوي علشان برضو هيرجع ممكن ينشف معاك واللحمية تنشف. مش تقولي انا عايزاه حادق مش فسيبيه بقى في الحر اللي احنا فيه دوت، مثلا ايه لو الجو حر قوي قوي تروحي سايباه 10 ايام، لا انت كده مش هيطلع معاك الصراحه فسيخ حلو. طيب اللي بيقول لي نتقل فيه عليه او نتقلش عليه، بصوا ده انا جربت كذا مره واديني بجرب معاكم ان انا احط. انا كنت برش ملح واسيبه بيطلع النتيجه هي. طب بحط زي ما انتم شايفين، بقولت احاول احط ازاي الزيت اشوف النتيجه هتختلف ولا لا. بصوا اديني مثلا جبت ازازتين زيت كده وحاولت احطهم في الجردل زي ما انتم شايفين كده، وقلت ايه اشوف هيطلع النتيجه مختلفه ولا لا، هيطلع كميه الزيوت والميه بتاعته اللي فيها ولا ايه اللي هيحصل. ماشي. حطيه زي ما انتم شايفين، غطيته اهم حاجه تغطيه طبقه الملح اللي من فوق. واديني قلت هجرب احط ازازتين الزيت واشوف النتيجه هتتغير ولا مش هتتغير، وهتشوفوا النتيجه في الاخر. ما تنسوش اللايك تمام وكومنت، عايزاكم تقولوا لي رايكم ايه. واللي عملوا على طريقتي ببقى مبسوطه قوي لما في حد يجي يقول لي عملناه على طريقتك والنتيجه طلعت تحفه وكده. بحب اول الكومنتات ديت. تمام. قفلناه هنسيبه في الجو اللي احنا فيه دوت. أه حسب بقى، انا مش يعني انا شخصيا مثلا 5 ايام وببقى مدفياه. المكان عندي مثلا حاطاه في درجة حرارة عالية 5 ايام، وهيطلع فسيخ تحفة جدا جدا. الشنطة اللي انا بعملها دي ملكوش دعوة بيها، يعني انتوا تحطوها او ما تحطوهاش ده على حسب، بس انا عايزة احكمه اكتر او كده. تمام. انتوا اهم حاجة رشوا على الوش كمية ملح حلوة كده، غطيه خالص، واقفلوا الجردل او البرميل بتاعكم حلو وسيبوه بقى. تمام. نرجع زي ما قلنا على حسب درجة حرارة الدنيا عندك ايه بالايام اللي انا قلتها بس، وبيطلع ما شاء الله تحفة وشكله حلو زي ما انتم شايفين. مفيش حد الحمد لله اشتكى. بصوا حتى السمكية منفوخة مش معدومة ولا مصفوطة، دوت يدل ان هي استوت بميعاد صح وطلعته في الميعاد الصح. وبألف هنا، ومستنياكم تقولوا رأيكم.